الادوات مش باينه صح؟ وهي ناقصه شويه، يا المكتب يطول شويه، ما قدامناش حل تالت. يلا مش مشكله. السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله نتكلم فيه عن ادوات سنه البري كلينيكال وبوكس اسنان بشكل عام. مع بدايه سنه البري كلينيكال كلنا بننزل الدنتال ستور نشتري الادوات بتاعتنا، وبنرجع من الدنتال ستور معانا شنطه قد كده فيها البوكس بتاعنا، وشنطه ثانيه قد كده فيها الادوات والماتيريال بتاعتنا. اول سؤال بيخطر في بالنا واحنا راجعين كده، ازاي هنحط الادوات والماتيريال دي كلها في البوكس ده؟ كمل معايا الفيديو هنشوف ازاي هنرص الادوات بتاعتنا وازاي نرتب البوكس بتاعنا. انا دكتور علاء غزال، لو لسه اول مره تتابعني ما تنساش لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. مبدئيا كده خلينا متفقين ان البوكس سايز 17 اللي معانا ده هو سايز مناسب جدا ان هو يلم كل الادوات بتاعتنا، تمام؟ والادوات اللي معانا في الفيديو النهارده هي ادوات السنه كامله، سمستر 1 وسمستر 2. بس قبل ما نبدا خليني اقول لك نصيحه كده وانت بتسجل جدولك في بدايه السنه. انت عندك في السنه دي هيكون هما 3 مواد هتشتغل فيهم عملي في السكاشن، هما ماده الفيكسد وماده الاوبرتيف وماده الريموفابل، تمام؟ فانت بتعمل جدولك بلاش تخلي الثلاث سكاشن في يوم واحد، بالكتير خالص يكونوا هما سكشنين عشان البوكس يقدر يشيل معاك الادوات كلها، ما تحتاجش شنطه ثانيه، وعشان انت تفضل مركز طول اليوم وتقدر تواصل اليوم بتاعك وانت مركز، تمام؟ يلا بينا نشوف الادوات اللي معانا، يلا بينا نبدا. كل الادوات والماتيريال اللي هنستخدمها معانا في سنه البري كلينيكال هنبدا نقول اسمائهم برده سريعا كده ونرتبهم معانا في البوكس. خلينا نبدا اول حاجه كده بالبوكس. بيكون فيه مكانين زي دول كده بنرص فيه السنان هنا وهنا، وفي مكان في النص ده كده معرفش لازمته ايه، بس احنا بنحط فيه الفلوس الفضيه يعني، تمام؟ خلينا نفتح كده البوكس ونشوف من جوه. المكان اللي تحت ده بنحط فيه الاجهزه الكبيره والحاجات التقيله، فوق هنا بنبدا نرص الحاجات الخفيفه كده. هنبدا نشوف كده واحده واحده. انا حاولت ارجع الاجهزه كلها في كرتونتها بحيث ان هي تبقى زي ما انت جايبها من الدنتال ستور. انت شايف الحاجات كبيره كده وكتير، بس كل ده دلوقتي هيتحط جوه البوكس ده، تمام؟ هنفتح كده اول حاجه هو المايكرو موتور، هو اتقل حاجه معانا، هو اللي بيبقى متقل البوكس. هنطلعه زي ما هو كده بلفه السلك بتاعته، جنب كده، والسلك نحطه وراه، تمام؟ نفضي كده علبة المايكرو موتور الأول، الكونترا بتاعته، الستاند. معانا بعد كده الجلاس سلاب، خليهم في الأرضية تحت عشان ما يتكسروش. معانا بعد كده الرابر دايم كيت بكل محتوياتها كاملة. معانا بعد كده الكاست. الكاست ده زي ما قلنا بيبقى على حسب جامعتك، فأيا كان الكاست اللي انت هتجيبه، تمام؟ معانا بعد كده بقية حاجات الرابر دام، البنكتشر والهولدر والفريم. معانا بعد كده الفود كنترول. تمام. معانا بعد كده الهاند بيس، ودي خلاها فوق هنا عشان دي يعني نحاول نحافظ عليها على قد ما نقدر بحيث ان هي ما تتخبطش ولا تتجرح مننا. وبكده دي تكون علبة المايكرو موتور، خلاص كده خلصناها، تمام. معانا بعد كده الاير شيب سيرنج اللي تحت برضو كده، تمام. خلينا بقى نبدأ في الحاجات الخفيفة اللي فوق كده. معانا التويزر والامالجم كارفر والميرور والبروب، دول كده خليهم هنا. معنا بعد كده الامالجم كارير والسباتيلا، كوندنسر، ابليكيتور، كوندنسر كبير، البول بيرنتر والاناتوميكال بيرن، تمام. معنا بعد كده حاجة الكومبوزيت، الجولد ابليكيتور كومبوزيت، السيلولويد ماتريكس كومبوزيت، اسيد اتش والبوند. معنا بعد كده البيرز والستون. العلبة دي بيكون فيها كل حاجة، يعني بلاش تجيبهم في الكونز وتحطهم زي ما هم في الكونز عشان هيضيعوا منك وهيتبهدلوا كتير، فجيب لهم علبة زي دي او حاجة تانية بتبقى مربعة كده بتحط فيها البيرز والستون، دي خلاها هنا. معنا بعد كده البولشنج كيت اللي هي جنبها هنا، الفينشنج كيت والماتريكس باند. ومعنا بعد كده الستريبس، الفينشنج ستريب. العلب دي الكالسيوم هيدروكسيد والجلاس اينومر، ده كده الجلاس اينومر هنفتحهم ونحطهم بالشكل ده كده، بلاش ناخد العلبة كلها ملهاش لازمة.
وادي الكالسيوم هيدروكسيد برضو بيكون عباره عن علبتين كده، ومعاهم البيبر الصغيره دي. خلي بالنا عشان دي اللي بنعمل عليها ميكسنج كده. برضو العلبتين دول مش محتاجينهم، مش لازم نحط كل حاجه بنبيتها يعني. معانا بعد كده كبسولات امالجم في اي مكان هنا. لو في اسنان معانا بعد كده عايزين نحط اسنان هنا، نحط في اي مكان في دول. معانا بعد كده الماتريكس باند والماتريكس هولدر والكلامبس والويدجز. تمام. معانا بعد كده المورتر. البوند براش ممكن بلاش ناخد العلبه كلها، يعني مثلا نطلع منها 2 3 نخليهم معانا وخلاص. خلي بس 2 3 كده مع حاجه الكومبوزيت. معانا بعد كده اخر جهاز هو جهاز اللايت كيور. ادي كده الجهاز، نخليه برضو هنا كده مع الهاند بيس والستاند بتاعته. والتاب دي نخلي بالنا منها عشان هي حاجه عامله زي الازاز كده فممكن تتكسر. والشاحن مش مشكله، احنا نشحنه في البيت، بلاش ناخد الشاحن معانا. الكرتونه كلها ملهاش لازمه. تمام. خلي الكرتونه كلها. معانا بعد كده النابكنز، حاجه بسيطه صغيره كده. معانا بعد كده الاويلز، ده الزيت بتاع الكونترا، وطبعا مش هنحطه معانا في البوكس، الكونترا نزيتها في البيت قبل ما ننزل. تمام. معانا بعد كده الجاز، ده بتاع التورش، بنزود بيه الغاز بتاع التورش. وكده ده شكل البوكس معانا، وزي ما احنا شايفين البوكس اتملى. ودي كده ادوات مادتين اتنين، ماده الفيكسد وماده الاوبرتيف. تمام. عشان كده كنت بقول لك بلاش الثلاث سكاشن في يوم واحد، عشان الكبير ده الارتكليتور ده مش هتلاقي له مكان انك تحطه معاك في البوكس، فهتضطر انك تاخد له شنطه ثانيه. تمام. خلينا كده نقول ادوات الريموت بسرعه. ممكن نجيب شنطه زي دي، او الشنطه اللي هي هتكون معاك في سنه اولى اللي كانت معاك بتاعه الكارفنج، الشنطه الصغيره دي. معانا اول حاجه الارتكليتور، وهنا برده في الريموت بناخد الجلاس سلاب، بس برده بنستخدمهم في الاوبريتيف اننا بنعمل عليهم ميكسنج الماتيريال. تمام. فلو انت هتاخد ريموت بس هتحتاج الجلاس سلاب معاك هنا. تمام. معانا بعد كده الرابر باول، وكوبايه يكون قطرها زي ما قلنا من فوق زي من تحت، كوبايه زي كده، وسيبريتنج ميديا، والاكريستون بيكون في ده الباودر، بيكون في واحد كمان ليكويد، والتورش. تمام. الحاجات الصغيره دي برضو معانا بعد كده الواكس شيت، هنحطهم فوق كده ونقفل عليهم. خلينا هنا كمان نحط البرش عشان كبيره شويه مش هتيجي في الجيب اللي بره. هنا بقى خلينا نحط الحاجات الصغيره دي. معانا كرفرات كده بانواعها، كرفرز كلهم بالنايف الكبير والنايف الصغير كلهم مع بعض. تمام. وده في معانا كمان بلاستيك سباتولا بحيث اننا بنقلب بيها الجبس. الادوات دي كلها احنا كنا قايلينها في فيديو قبل كده، هسيبها لكم في لينك في الديسكربشن او في علامه اللايك اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. تمام. وكده دي تكون كل ادوات واجهزه البري كلينيكال اللي اتكلمنا عليها. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه. وده شكل البوكس معانا. خلاص كده نقدر نقفل البوكس بتاعنا ونجهز اننا نسافر على الكليه. تمام. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه، وبالتوفيق دايما في اللي جاي ان شاء الله، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم، وسلام.